ضريح الشيخ عمر بن محمد باوزير. يعتبر مبنى ضريح الشيخ عمر بن محمد باوزير أحد المعالم الأثرية التي تتميز بها منطقة الغيل، ويقع أسفل بلاد السور في مدخل وادي المصينعة، وقد بني على ضريح الشيخ عمر بن محمد باوزير، وهو أحد تلاميذ الفقيه باعلوي. وقد سكن عمر بن محمد باوزير الغيلة في فترة ما بين 656 هجرية إلى 712 هجرية، وقد بنيت القبة ووضع التابوت على القبر في 23 من جماد الأول 1244 هجرية من قبل عبد الله بن سعيد بن علي بن حبراس. وينقسم الضريح إلى عدة أقسام، هي ضريح الشيخ وقبور أولاده، وتتوزع في 3 حجرات، أهمها الحجرة التي تضم ضريح الشيخ، حيث تحيط بها قبة ضخمة، ويوجد على القبر حاجز من الخشب المصنوع بعناية والمزخرف بنقوش، وقد سجل عليه تاريخ وفاة الشيخ. وكذلك مسجد مجاور للضريح، وهو أقدم مسجد في المنطقة، حيث كان المصلى الرئيسي في الأعياد لكافة أهالي مناطق غيل عمر عموما. أما الملحقات الإضافية فتوجد في الضريح ملحقات إضافية لخدمة الزوار قديما، وهي مجلس للزوار، موقد للقهوة، ومطبخ، وبئر للمياه. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة. وقد كان الضريح فيما سبق مركز للطقوس الشركية كالاستغاثة بالشيخ والنذر والذبح له بغرض الاستفتاء وطلب الولد وغيرها، وبفضل من الله ونتيجة للفطرة السليمة لسكان ساه وانتشار دعوة أهل السنة والجماعة، انتهت تلك الطقوس والبدع، وأصبح الضريح مهجورا حتى من أفراد أسرة آل باوزير أنفسهم الساكنين ساه البلاد، ولم يعد إلا مجرد بناء متهالك غير ذي أهمية تذكر.